ازيكم؟ هعمل معاكم النهاردة اسهل واسرع طاسة لحمة بالبصل ممكن تاكليها في حياتك. البهارات المظبوطة، ازاي تسوي اللحمة تسوية مظبوطة، نوع اللحمة اللي انتي تستخدميه. هبقى معاكي كده خطوة بخطوة، اقولك على البهارات حلوة جدا، هتطلع معاكي ريحتها جميلة من غير ما تحطي بهارات كتيرة او زيادة عن اللزوم. لو اول مرة تشوفيني اشتركي في القناة وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد مني. وهدخل معاكم بقى في الطريقة على طول. عندي طاسة على النار، نزلت فيها بمعلقة كبيرة من السمنة البلدي، وهنزل فيها بشوية صغيرين كده من الزيت. هسيب الطاسة تسخن معايا، هكون مجهزة اللحمة بتاعتي. طيب افضل قطعية للوصفة دي ولكباب الحلة عموما، لو لسه هتشتري لحمة هاتي لحمة من وش الفخدة لان الدهون بتاعتها بتكون قليلة. لو عندك اي قطعية تاني هتناسب الوصفة مفيش مشاكل، بس تكون اللحمه ما بتاخدش تسويه كتير، يعني ما تكونش كبيره في السن، وتكوني مقطعاها صغير مربعات صغيره زي ما انت شايفه كده، عشان بعد كده لما تيجي تستوي تناسب حجم المعلقه وما تكونش كبيره قوي زياده عن اللزوم، وكمان ده بيساعد في تسويتها بشكل اسرع. المهم نزلت باللحمه بتاعتي، انا كنت غسلاها وسبتها تتصفى، وطبعا كنت مقطعاها التقطيعه دي. ولو عندك حتتين دهن صغيرين حطيهم مع اللحمه بتدي طعم حلو جدا. طبعا الطاسة عندي لما سخنت نزلت باللحمة بتاعتي وفردتها في قلب الطاسة كده، عشان انا مش عايزة اللحمة تنزل ميتها. طبعا ده كله على نار عالية في الاول. هسيب اللحمة بقى كده اول لما احس ان هي ابتدت تشد كده عشان خاطر ما تنزلش المية بتاعتها، هبتدي اقلبها عادي مفيش اي مشكلة. انا عايزة اديلها تشويحة، بس في نفس الوقت مش عايزة اديلها لون من دلوقتي، عشان بعد كده مع التسوية ما تغمقش معاكي اللحمة زيادة عن اللزوم، تاخد اللون الحلو المظبوط. نزلت بقى بالبصل بتاعي، انا كنت حاطه نص كيلو من اللحمه، نزلت عليهم بنص كيلو من البصل. يبان لك البصل كتير بس الكلام دوت مش صحيح، لان لما تيجي تسوي البصل مع اللحمه بعد كده البصل ده بيدوب، وبتبقى نص الكميه اللي انت شايفاها دي. المهم يعني انا بحط قد كميه اللحمه كميه بصل. اول لما نزلت بالبصل عندي وقلبته، انا وطيت النار على اقل درجة حرارة وغطيت الطاسة بتاعتي. وكل شوية كده يعني بكشف الغطا وببتدي اقلب اللحمة مع البصل. انا عايزة البصل بتاعي يعرق وينزل المية بتاعته، وفي نفس الوقت مش عايزة اسيبه على النار من غير ما اقلبه عشان خاطر ما يتحرقش معاكي. انا لسه ما حطيتش اي حاجه ولا على اللحمه ولا على البصل، انا بدي تشويحه كده للحمه والبصل كده مع بعض قبل ما احط اي حاجه في الاول. اول لما حسيت ان البصل خلاص بقى الميه بتاعته خلاص هتنشف، هنزل بقى بشويه من الملح شويه من الفلفل الاسود، وهنزل برشة كده من ميكس بهارات انا عاملاه عندي، حبهان على ورق لورا على روزماري بضربهم في الكبة، بحطها البهارات دي على اي صنف لحمة عندي. لو مش موجودة عندك ممكن تحطي 7 بهارات، هنحط شوية صغيرين، انا بحط كمية قليلة من كل حاجة عشان مش عايزة اغير لون اللحمة ومش عايزة البهارات تكون طاغية عندي. وبعدين نزلت بمعلقة صغيرة مليانة من الثوم المفروم. هبتدي بقى اقلب كويس جدا لحد ما ابتدي اشم ريحة التوم بتاعتي. تمام كده، هبتدي انزل بقى بمج كبير من المية المغلية او المية السخنة. ما تحطيش مية باردة عشان اللحمة ما تقعدش تشد معاكي، وفي نفس الوقت ما نعطلش التسوية بتاعتها. المهم انا قلبتها كويس جدا وبعدين رجعت اغطيها تاني، وطبعا ده كله على نار هادية، انا ما عليتش النار من بعد ما حطيت البصل، ما عليتش النار تاني عشان اللحمة ما تحرقش معايا هي والبصل. طبعا بعد كل 10 دقايق كده بتفتحي تقلبي لحد ما تاخد معاكي. اول لما تحسي ان الصوص خلاص خد اللون اللي انت شايفاه دوت، والبصل اتهرى تماما وبقى صوص عندك كده تقيل، كده اللحمة عندي استوت. طبعا انا بدوس على اللحمه اتاكد ان اللحمه نفسها، انا عارفه ان القطعيه بتاعتي صغيره والتقطيعه صغيره، فهي في كل الاحوال مش هتاخد معايا مده تسويه كبيره. اول لما اتاكدت ان اللحمه عندي خلاص استوت وبقت دايبه كده مع البصل وريحتها طلعت، طبعا دقتها، لو محتاجه ملح ظبطت الملح بتاعها بس مش هحط اي حاجه تاني.
ريحتها تحفة وطعمها جميل. ممكن تعمليها مع رز مبهر زي ما انا عملت كده، ممكن تعمليها مع رز ابيض، ممكن تعمليها مع سلطة وبطاطس محمرة وتتاكل بالعيش. تحفة جدا وسريعة منجزة وطعمها جميل. ان شاء الله الوصفة تعجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. سلام عليكم.